ما السر في اختلاف أسعار البنزين بين مختلف محطات الوقود؟ مرحبا بكم في قناة اليوم بالدارجة. هذه القناة تقدم لكم جديد الأخبار المغربية والدولية. المرجو من المشاهدين الكرام الاشتراك وتفعيل جر الجرس لتلقي آخر الأخبار اليومية. علمت الأخبار من مصادر مطلع أن شركة متعدد الجنسيات للمحروقات رفضت تخفيض أسعار المواد البترولية منذ بداية الشهر الجاري، خلافاً لإحدى الشركات الوطنية التي قامت بتخفيض أسعار الغزوال والبنزين بفارق كبير، ما أثار احتجاجات في صفوف أصحاب محطات التوزيع التي تحمل للعلامات التجارية لهذه الشركات الأجنبي. وقرر مراسلة الجهة الحكومية المسؤول من أجل فتح تحقيق في هوامش الربا الكبيرة التي تحققها هذه الشركات، ووصل هذه الملف إلى غرفة البرلمان، حيث وجه فريق الأصالة والمعاصرة سؤالا كتابيا إلى وزير الانتقال للتقي ليلى بن علي، سجل من خله وجود تباين في الأسعار بين مختلف محطات الوقود، حيث إن الفرق يمكن أن يصل إلى درهم واحد بين شركة وأخرى، ومن جهة أخرى فإن الارتفاع في السعر يتم اعتماده بشكل آني في كل محطات الوقود، في حين أن انخفاض السعر لا يتم اعتماده بالوتيرة نفسها، وهو ما يخلق جيل واسعا وسط عموم المواطنات والمواطنين. وطالب الفريق ذاته بفتح تحقيق بخصوص أسباب تسجيل هذا التباين في أسعار المحروقات في مختلف محطات الوقود، وعن التدابير المتخذة من طرف كافة الجهات المسؤولة لحماية المستهلكين في هذا المجال. مرحبا بكم في قناة اليوم بالدارجة. هذه القناة تقدم لكم جديد الأخبار المغربية والدولية. المرجو من المشاهدين الكرام الاشتراك وتفعيل جر الجرس لتلقي آخر الأخبار اليومية.